تفتكر هل كل علف ينفع لكل دورة تربية؟ الإجابة هتفاجئك. أنا مهندس سيد عيسى وجاي أفيدك في مجال الدواجن. في حلقة النهاردة هنتكلم عن أنواع العلف في صناعة الدواجن وإزاي تقدم العلف بكفاءة عشان تحقق أفضل إنتاجية وأقل هدر. العلف بيمثل من 60 ل 70% من تكلفة الإنتاج، والعلف بيتقسم لثلاث مراحل رئيسية في التسمين. العلف البادي بيكون عالي البروتين، العلف النامي بيقل في البروتين شوية لكن بيزود الطاقة علشان يدعم زيادة الوزن، وأخيرا العلف الناهي بيجهز الطيور لمرحلة التسوية وبيوازن بين الطاقة والبروتين علشان يحافظ على جودة اللحم أو الإنتاج. أما في مزارع البياض بيتم عمل تركيبة معينة تناسب عمر القطيع من عمر يوم لغاية فترة البلوغ. أما في فترات الإنتاج بيتم عمل تركيبات أخرى بتساعد على إنتاج البيض. لكن نوع العلف مش كل حاجة، طريقة تقديمه عن طريق أنظمة التغذية الأوتوماتيك لتوزيعه بالتساوي على الطيور، تنظيف المعالف باستمرار عشان تمنع تراكم العفن أو الرطوبة، وبنظبط ارتفاع المعالف مع عمر الطائر علشان نقلل الهدر ونمنع تلوث العلف. تخزين العلف بطريقة آمنة تمنع الرطوبة والتلف. كمان جودة المكونات نفسها بتفرق. علف مصنوع من خامات نظيفة ومتوازنة هيديك أفضل معامل تحويل، وده معناه وزن أعلى أو إنتاج بيض أكتر. لو أنت مربي دواجن، إيه أكتر مرحلة شايف إنها بتأثر على الإنتاج عندك؟ شاركنا خبرتك في التعليقات واستنونا الحلقة الجاية عشان نتكلم على أهمية المية وأنظمة الشرب في المزارع.